السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض عجينة الدوناتس بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عندي هنا 3 كوبايات دقيق، كوباية من اللبن الدافي، نص كوباية مية، وعندي هنا معلقتين سكر وكيس خميرة وكيس فانيليا وبيضاية ومعلقة زبادي ومعلقة سمنة تكون يعني مش ولا سايحة ولا مجمدة، تكون فكة كده. هبدأ بقى هنا عندي جبت طبق، هبدأ انزل عندي بكوباية اللبن. اهم شيء يبقى اللبن يكون دافي. عندي بقى هنا هنزل بقى عندي هنا بكيس الخميرة على اللبن، وانزل بقى بالسكر. حتى بقى ان انا اقلبهم كده شوية عشان الخميرة تتفاعل. وعندي بقى هنا بعد ما قلبت السكر والخميرة كويس، هبدأ انزل عندي بمعلقة الزبادي ومعلقة السمنة كده زي ما انتم شايفين ونقلب. هبدأ انزل عندي بالبيضة، هبدأ انزل عندي بكيس الفانيليا زي ما انتم شايفين ونقلب بقى كويس. طبعا نص كوبايه الميه احنا هنحتاجها واحنا بنلم العجينه، لان الدقيق بيفرق، ممكن دقيق ما يحتاجش الميه وممكن دقيق يحتاج معلقه، ممكن ما يحتاجش خالص. فاهو زي ما انتم شايفين كده هنقلب كويس، وبعد ما هنقلبها كويس نرجع لكم تاني. وعندي بقى هنا بعد ما خلطت كله كده مع بعضه وده اهو، هبدا انزل بقى بيهم على الدقيق زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى هنا بعد ما حطينا كده، هبدا ان انا اقلب بالمعلقه لحد بس ما المهم. وهنا كده بعد ما عملت العجينه كده، هبدا بقى ان انا اغطيها واسيبها تخمر. وعندي هنا بقى بعد ما العجينه خمرت كده وتضاعف حجمها، هنا بسم الله ما شاء الله، بس العجينه خفيفه ازاي وجميله. هبدا بقى افك منها الخميره وارجع لكم تاني. عندي بقى هنا مسحت الرخامه بتاعتي كويس، هبدا ان انا احط عليها رشه من الدقيق كده كويس عشان افرد عليها العجينه بتاعتي. وهبدا عندي بقى اجيب العجينه كده زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى ان انا افرد العجينه عندي، هفردها وارجع لكم. طبعا بقى هنا بعد ما فردتها لازم طبعا ابقى سايبه فيها سمك حوالي سنتي كده. هبدا ان انا ارش رشه دقيق كده. بصوا انا ما عنديش قطعه الدوناتس، فانا هجيب كوبايه كده او علبه او اي حاجه تكون بنفس حجم اللي انا عايزاه، وابدا ان انا اعمل كده اهو، اقطعه كده. واشيل كده اللي هي الزياده دي، وابدا افردها فرده بس بسيطه بايديا كده. وعندي بقى هنا كده غطا ازازه زي ما انتم شايفين كده، بقت مديه شكل الدوناتس كده. عندي بقى هنا كده زي ما انتم شايفين ادى شكل الدوناتس كده اهو. هبدأ بقى عندي زي ما انتم شايفين كده اجيب حاجة تكون ورقة زبدة او ورقة، وابدأ ان انا ارصهم عليها كده واسيبها ترتاح دقيقتين، وهبدأ اكمل باقي الكمية وارجع لكم. وعندي بقى هنا بعد ما عملت الكمية كلها كده زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى ان انا اغطيها واسيبها 3 دقايق تخمر على ما احط الطاسة. وعندي هنا الزيت قدح، هبدأ ان انا انزل عندي الدوناتس زي ما انتم شايفين كده. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وتدعموني. عندي بقى هنا زي ما انتم شايفين كده بدأت تاخد اللون، هبدأ ان انا اقلبها على الوش التاني كده زي ما انتم شايفين اهو. عندي بس ما شاء الله جميلة.
هنا بقى اخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. هنا بقى الكمية بتاعتي كده كلها ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. آه بين 3 كوبايات بس من الدقيق عملنا شوية دوناتس زي العسل، بسم الله ما شاء الله يعني. عندي بقى اللي هي الصغيرة دي هبدأ ان انا ارش عليها عسل ابيض كده زي ما انتوا شايفين، او لو عندنا شربات ممكن نقدر ان احنا نحط زي ما انتوا شايفين كده، او صوص شوكولاته كده نعملها وتبقى عامله زي الزلابيه برضو. انا بقى يعني بتتعمل بكذا طريقه. عندي بقى دي الشوكولاته اللي انا كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، اللي هي بتاعت الفيديو بتاع الكيكه، طبعا تقدروا انتوا تخشوا تتفرجوا عليه. اهو هبدا بقى ان انا احطها كده عندي في الشوكولاته. مهم. واطلعها زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. مهم. هبدا اعمل زي ما انتوا شايفين كده كذا واحده. عندي بقى هنا هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين، هبدا اجيب عندي بقى شوكولاته بيضة، فورماسيه، شوكولات شيبس، اي حاجه تتحط على الوش ممكن تاكلوها كده. بس طبعا ديت يعني حلوه للاطفال، بتديها شكل حلو، اللي هو الفورماسيه ده كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. الشكل جميل جدا زي بتاع بره، وطبعا بنظافه احنا اللي عاملينها في البيت. بسم الله ما شاء الله. عندي كده زي ما انتوا شايفين اهو. حطوا لايك يا جماعه، ما تنسوش اللايك، اللايك للجمال اللي احنا عاملينه ده. وعندي بقى هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، ودي اللي هي ام عسل، بصوا جميلة ازاي وطرية وهشة وجميلة جدا. وعندي دي اللي هي السادة، انا بحب اسيبها سادة كده، بحب ان هما تتاكل كده برضو تبقى جميلة. شايفين يا جماعة بصوا قلبها عامل ازاي، بصوا طرية جميلة ازاي. بس متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.